نصيحتي لمصر كلها، اوعوا حد يستخدم الرواتر بتاعت شركة وي دي تحت اي بند. الراوتر ده لو بيتباع لك ببلاش زي ما اتباع لي انا كده ببلاش، اوعى تاخده باي ثمن. بداية الحكاية، مساء الخير. انا محمد وانا جايلك من المستقبل، وجالك من المستقبل بتعود على ان انا بمر بتجربة وبنقلها لك عشان ما تجربهاش انت. انا جايلك من نهاية القصة وانت لسه واقف في بدايتها. بقى يا سيدي، انا مستخدم للانترنت بقى لي فتره، مستخدم للراوتر بتاع اورنج اللي هو اسمه اورنج هوم 4G. الراوتر ده اللي بيتركب فيه هنا شريحه خط، وبيتركب فيه هنا الباور بتاع الكهرباء فقط. ما فيهوش بقى لا تليفون ارضي ولا اشتراك ارضي ولا دي اس ال ار ولا الكلام ده كله، اللي هو الهوم 4G وال5G. وده النسخه اللي منه من وي. القصه كالتالي: اللي حصل ان انا طبعا الانترنت ده عامله عشان اخده معايا، عشان انا بتنقل بين القاهره وبين اسكندريه رايح جاي. فجبته علشان اقدر ما بقاش مشترك في الانترنت هنا ومشترك في الانترنت هناك. بس مع الوقت يعني بدات بالباقه فيه، كان بيديني 240 جيجا ب 572 جنيه. مع الوقت بقوا 800 جنيه، مع الوقت بقوا 1000 جنيه، مع الوقت بقوا 1075 جنيه، لحد ما وصلوا ان حاليا بقوا 1157 جنيه. فطبعا مع الوقت التكلفه بقت عاليه جدا عليا. فقلت لنفسي لا، انت محمد حاليا مستقر في القاهره، يبقى حاول تقدم على الخط الارضي من شركه وي، الشركه المصريه للاتصالات اللي كلنا عارفينها، يكون اوفر لك. لان اعرف ان في ناس بتاخد 300 400 جيجا ب 500 جنيه مثلا، فانا ازاي باخد 240 جيجا بضعف الرقم ده، اكتر من الضعف كمان. فقلت خلاص انا هتوجه على المصريه للاتصالات، اقدم على عقد تليفون ارضي، ومن خلاله اشتري الراوتر بتاعهم او استلم الراوتر بتاعهم وادفع القسط مع كل مع كل باقه بدفعها. وهو ده اللي حصل. رحت قدمت من سنتين بالظبط، انا في الشقه اللي انا قاعد فيها دي بقالي سنتين واكتر. رحت قدمت وقال لي حضرتك البوكس مش موجود، بس هنحط اسمك في قائمه الانتظار الويتنج ليست. قلت له مفيش مشكله، يعني اول ما يبقى فيه ان شاء الله اتصلوا بيا. قال لي بالظبط يا فندم، هو ده اللي احنا هنعمله باذن الله. ومن وقتها وانا بستخدم الراوتر ده، ما اثرش معايا في اي حاجه، سرعته مستقره، مناسب جدا لشغلي. الانترنت بيخلص بطريقه مش سريعه، لان هو 4G مش 5G، فسرعته بالنسبه لي انا اكتر من رائعه. الديفول الوحيد اللي عندي كان في فرق السعر بين التليفون الارضي وبين الوايرلس، اللي هو ده اللي من غير من غير اشتراك ارضي. فكنت طمعان في ان انا اوفر شويه فلوس واخد نفس القيمه بتاعت الجيجا بايت. لحد ما في يوم من الايام، من قيمه شهرين بالظبط، يعني هو اقل من شهرين، هم بس بالظبط اتصلوا بيا يوم 19/4/2026. لقيت الخدمه العامه بتاعت شركه وي قالوا مساء الخير يا فندم، مع حضرتك فلان او مع حضرتك فلان، احنا بنكلمك علشان حضرتك اسمك متدرج عندنا في الويتنج ليست بتاع المصري للاتصالات، ان انت كنت مقدم على خط ارضي. اول ما سمعت الكلمتين دول ظنيت ان خلاص كده هيجوا يركبوا لي التليفون الارضي في البيت وكل حاجه هتبقى زي الفل وهوفر فلوس كتير. وي وي وي. قالت لي يا فندم للاسف، بما ان المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها منطقه جديده ولسه ما توسعناش فيها ولا بقى في بوكس ولا الحاجات اللي هم بيقولوا لنا عليها، مفيش بنيه تحتيه للانترنت هناك، احنا عملنا راوتر جديد اسمه وي اير. الوي اير ده نسخه طبقا الاصل من الراوتر اللي عند حضرتك، اللي هو الهوم 4G بتاع اورنج او اتصالات او فودافون. بس الراوتر بتاعنا ده بقى سرعته فائقه، والجيجات فيه اعلى بسعر اقل من اللي انت بتاخده. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني يا فندم احنا بنقدم لك الراوتر ده بيديك 300 جيجا في الشهر ب 857 جنيه بالظبط، شامل الضرايب شامل كل حاجه. قلت لها ايه؟ قالت لي هتاخد 300 جيجا، يعني ازيد من ده 60 جيجا بحالهم. 60 جيجا اللي هو تقريبا ربع الباقه، هتاخد 60 جيجا بحالهم زياده، وهتدفع 857 جنيه. في الوقت اللي كنت بدفع في ده 1075 جنيه. قلت لنفسي ده هوفر 150 و75 يعني 225، واخد 60 جيجا كمان، يا بلاش. قلت لها طب الراوتر بتاعكم بكام؟ قالت لي لا يا فندم، عشان حضرتك من العملاء المميزين اللي عندنا، وبما انك في الويتنج ليست بقالك سنتين بحالهم، احنا بنقدم لك الراوتر بشكل مجاني مقابل قسط شهري 50 جنيه مع الضريبه، بيبقى حاجه و60 جنيه. قلت لنفسي 60 جنيه زائد ال 857 جنيه يعني 915 و 910، ما جيناش جنب ال 1057 جنيه، واسمي واخد راوتر زيرو فابريكا، يعني سرعته احسن، يعني ما استهلكش ده بقاله معايا سنتين ثلاثه، يعني اكيد مثلا قرب يبوظ قرب يجرى له اي حاجه، فده بالنسبه لي هاخده فابريكا. قلت ياض حاجه ببلاش كده، عجبك ما عجبكش اديك جربته شهر ودفعتش فلوس زياده، ده انت بالعكس وفرت من ثمن الاشتراك ده في ان انت خدت الباقه هنا شهر وخلاص.
وفعلا انتظرت لحد ربنا ما كرمني في ان الباقه دي خلصت، وان جه الوقت اللي اجدد فيه الباقه الجديده. وقمت واخد ال 1075 جنيه بتوعي في جيبي زي ما انا باخدهم عاده واروح اورنج. بس رحت متوجه ناحيه الفرع بتاع وسط البلد. مساء الخير، انا فلان الفلاني وكلمتوني على كذا 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 كذا. اول حاجه واجهتني ان الشخص اللي في فرع الموظف كان مندهش قوي من كلامي، كانه بقول له كلام هولوغريفي، او ان انا جاي بحتال عليه، او اني بقول كلام ما حصلش. ايه يا فندم اللي حضرتك بتقوله ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. قلت له يا سيدي يا فاضل، انا موبايلي اللي بتكلم منه كل مكالماتي متسجله، تحب اجيب لك المكالمه بتاعت زميلك اللي كلمني وقال لي ان انا ليا 1 2 3 4؟ قال لي اه يا فندم يا ريت. مسكت التليفون وقعدت 10 دقايق بعد بقى ما خد 1 و2 و3. بص خدمتهم سيئه. تعالى ادور في المكالمات لحد ما لقيت المكالمه، وقمت فاتح المكالمه لحد ما جيت عند ايه الكلمتين بتوع كذا كذا كذا، وقمت واخد دور من اول وجديد ورايح قاعد قصاده تاني ومسمعه المكالمه. ايوه 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 فعلا يا فندم العرض كذا كذا، استنى بس هكلم الاداره. طق طق طق. ايوه يا فندم حضرتك فعلا من الناس العملاء المميزين ومش عارف ايه واي كلام بلا 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 كده ومش عارف ايه. بس على فكره يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، زميلي اللي كلمك في التليفون ما قالهالكش. قلت له خير. قال لي يا فندم الراوتر ده مش ببلاش. الله اكبر الله اعظم. الراوتر ده مش ببلاش يا فندم، الراوتر ده بالتقسيط، وحضرتك هتمضي معانا على تعهد بحق استخدام الراوتر لمده 5 سنين، وفي حاله ان حضرتك قررت ان انت مش هتستخدمه بتدفع لنا شرط جزائي 3000 جنيه. قلت له انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا مش فاهم حاجه. قال لي حضرتك الراوتر ده انت بتاخده منا بتمضي على عقد وبتستخدمه لمده 5 سنين، بعد ال5 سنين الراوتر احنا مش عايزين منك اي حاجه، ان احنا كده كده هنبقى خدنا ثمن الراوتر في الاقساط اللي هي 50 جنيه كل شهر. انما من هنا لحد ال5 سنين لو حضرتك تخلفت عن القسط لاي شكل من الاشكال هيبقى عليك غرامه قدرها 3000 جنيه، حضرتك ما دفعتهمش هنتوجه للمحكمه وناخد بروسس معاك اللي هي يعني ايه اجراءات ضد حضرتك، كانه ايصال امانه بالظبط، كانك راح تقسط عربيه او تقسط موبايل وتخلفت عن القسط. طبعا جالي ايرور وقعدت اقول الورطه اللي انا فيها دي انا اللي بعمله في نفسي ده، والا وان انا قلت لنفسي ايه يا عمي ده الخدمه جميله، ده الراوتر شكله شيك. الراوتر بقى شفته قدامي كده عجبني اتجنيت عليه. قلت يا عم انت ايه هتخسر ايه؟ ده انت لو خابت منك خالص ابقى خده، ولو لقيته وحش ابقى ادفع ال50 جنيه ورازي نفسك، ادفعهم كل شهر قسط وخلاص لحد ما اشوف الدنيا مخبيه ايه. قلت كده كده في القريب لما ادفع 50 جنيه قسط حتى لو الراوتر ما عجبنيش، ده في حاله ان اسوء حاله خالص ان هو ما عجبنيش، ادفع ال50 جنيه ومش مهم. وقد كان دفعت ثمن الخط الجديد وثمن الراوتر وثمن الباقه ال 200 جيجا عليها 100 جيجا 50، يعني هم قالوا لي 300 جيجا برده، كانت دي معلومه خايبه عني. قالوا لي الباقه يا فندم بتاخدها لمده سنه، الباقه اصلا اسمها وي اير 600 اللي هي بتدفع لها 857 جنيه، دي عباره عن 200 جيجا اساسي وعليهم 50% من الباقه زياده لمده سنه، يعني بتاخد 300 جيجا كل شهر لمده سنه بثمن 857 جنيه. استلمت الراوتر ومضيت العقود وخدته وروحت البيت وشغلت الانترنت وقلت ياض يا محمد يلا نجرب الخدمه بتقول ايه ويلا نشوف الدنيا بتقول ايه عشان نعرف الراوتر ده تمام ولا مش تمام. وقد كان قعدت اجرب الراوتر وادوني ال 300 جيجا ومفيش اي مشاكل. لاحظت بس ان الانترنت في الابلود السرعه عاليه جدا، يعني انا بشتغل يوتيوبر فالحلقات اللي بنزلها بتنزل ما شاء الله في دقيقتين 3، بعد ما كان الراوتر ده مثلا بيقعدني نص ساعه برفع الحلقه، لا ده دقيقتين 3، فكان بالنسبه لي ده شيء جامد جدا. بس لاحظت ان في الاستخدام بقى النتفليكس الديزني بلس البرايم فيديو اليوتيوب الاستخدام بتاع الموبايل الانترنت سرعته كويسه، الا وان هي مش زي ده كان اعلى في الداونلود ووحش في الابلود، ده بقى العكس. فقعدت مع نفسي قلت يا محمد ما انت مش هتاخد كل حاجه، لو هتفيدك في الشغل خليك راجل عملي، كده كده السعر ارخص، الراوتر جديد عليه ضمان 5 سنين لو جراله اي حاجه تقدر تروح يدوك راوتر غيره، يعني ده هينفعك في شغلك. وسيبك من المرقعه والنتفليكس والديزني بلس ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده كله، ايه اصبر عليه مش قضيه، وفي نفس الوقت دي بتوفر في ايه في الباقه، لان انا عندي الوعي بتاع كل ما النت يبقى ابطا كل ما الباقه هتقعد معاك طول الشهر اكتر. لحد ما خلص اول شهر يا ولاد، خدت بعد عشان اروح ادفع ثمن الفاتوره بتاعت الشهر الجديد اللي هو ينزلني بقى الباقه من اول وجديد، وادفع الايه ال 857 جنيه وال 50 جنيه قسط. وهنا بقى كانت الصدمه اللي بقالي فيها 10 ايام بالظبط، النهارده 2 وانا كان معايا تجديد الباقه يوم 22 اللي فات، 10 11 يوم بالظبط في المتاهه اللي هحكي لكم من اول دلوقتي. الا واني رحت دفعت ثمن الباقه، قالوا لي لا والله يا فندم
الاسعار اتغيرت في مصر كلها، كل الشركات اسعارها اتغيرت. الباقه اللي كانت ب 600 اساسي اللي هي وي اير 600 بقت وي اير 690. يعني ايه وي اير 690؟ يعني يا فندم حضرتك دلوقتي الباقه زائد القسط زائد الزياده اللي حصلت بقى ثمنها 1057 جنيه. بعد ما كانت 857 جنيه و50 قسط بقت 1057 جنيه. فقلت يا رب ايه الكلام الفاضي ده؟ رحت ماسك الموبايل واتاكدت، لقيت ان برضو الباقه بتاعت ده زادت 100 جنيه بحالها. قلت خلاص طالما هنا زياده وهنا زياده يبقى اللي يسرع على الناس يسرع عليا وخلاص. كنت الاول كنت ادفع 915 و920، دلوقتي بقى 1057، يعني زدت 100 جنيه. يا عم يلا مش مشكله، وهو الدنيا ماشيه والشغل ماشي. جيت اجدد الباقه، اتفاجئت بالسكرين شوت اللي قدامكم ده ان الباقه نزل لي 200 جيجا بس. قلت 200 جيجا بس ازاي؟ هو مش المفروض ينزل لي 50% كمان اللي هو 300 جيجا على بعض؟ قلت لنفسي انا فاكر الواد قال لي حاجه زي ايه يا فندم، ساعات الباقه الاضافيه دي ممكن تشتغل كمان ساعه بالظبط، اصبر بس ولو حصل حاجه كلمنا في خدمه العملاء. المهم اشتريت دماغي وشربت عصير وروحت ومفيش اي حاجه ومش مدي اخوانا. وصبرت لحد تاني يوم بالصدفه داخل ابص على الاستهلاك، لقيت ال 100 جيجا ما نزلتش. قلت الله هو في ايه؟ قمت صابر لليوم اللي بعده، اليوم 24 بقى، بتصل بيهم قالوا ايوه يا فندم. قلت لهم حصل 1 2 3. اول حاجه ينعل ابو ام البني ادم المتخلف اللي عمل خدمه العملاء بتاعتهم، اللي هو الكول سنتر اللي بيكلمك. تدخل اللي مش عارف ايه رقم 1 رقم 2 رقم 7، اقسم بالله اني قعدت 13 دقيقه عمال الف في القايمه، اضغط 1 بعد كده اضغط 4 بعد كده اضغط مش عارف كام، وارجع الاقي نفسي اصلا داخل في قائمه غير اللي انا عايزها، لحد ما وصلت لو للتحدث لاحد ممثلي خدمه العملاء اضغط 0. عقبال ما وصلت لصفر دي اقسم بالله قعدت 13 دقيقه بلف حوالين نفسي، متاهه متاهه. المهم الحمد لله وصلت بالسلامه، ولقيت حد كلمني. المشكله بتاعتك ايه يا فندم؟ مشكلتي 1 2 3 4. طب احنا بنعتذر لك جدا يا فندم، وانا مش عارف هعمل لك ايه، وهبلغ الاداره، وباذن الله يا فندم الشكوى هيترد عليها في خلال 24 ساعه. حلو كده، خلصنا وقفلت التليفون. عدى 24 ساعه لحد كلمني ولا الانترنت نزل، قمت راجع مكلمهم تاني ولفيت لفه ال 13 دقيقه ويمكن اكتر المره دي في في خدمه العملاء الصوتيه بتاعتهم، لحد ما وصلت البني ادم رد عليا. ردت عليا سيده محترمه، قال له مساء الخير يا فندم. قلت لها حضرتك الوضع بيقول 1 2 3 وانا عايز ال 100 جيجا بتوعي اللي هم تلت الباقه بتاعتي. انا دافع لكم 1057 جنيه اجر 300 جيجا لمده 12 شهر، ممكن اعرف انا ما خدتش حقي ليه؟ قالت لي يا فندم حضرتك لحظه واحده هوصل حضرتك باحد المديرين بتوعي بالسوبرفايزر، مش عارف كلام اللي بالكم فيه ده، خليك معايا دقيقتين على ايه؟ على اللي هو تعليل المكالمه ده. راحت مشغل لي اغنيه تامر حسني وتعالى مش عارف اعمل ناني والحلواني، واغنيه سخيفه كده كرهتني في استاذ تامر حسني. اقسم بعزه وجلاله الله كرهته، ما بقيت طايق اسمع اي اغنيه كنت بحبها له، لا قبلا ولا بعدا. المهم يا سيد الفاضل، الخط قطع، رصيدي خلص، يعني كمواطن مصري عادي شاحن كارت ب 30 جنيه، الرصيد خلص. متعودين بقى على ايه؟ بقالنا سنين طويله مع الشركه الطيبه المحترمه دي، متعودين منها على ايه؟ لو الرصيد خلص اطمن يا فندم، اطمن، ما تقلقش، مش تبدا معانا نقول له جديد، احنا هنرجع نكلمك تاني، ما تقلقش، احنا معاك. استنى دقيقه 2 5 10 ربع نص ساعه محدش اتصل بيا. جن جنوني كانت دي اول بقى، يعني لا مش اول، دي تاني صدمه بقى تصدمها فيهم. اول صدمه ان ال 100 جيجا ما نزلتش، ان كلوني في ال 100 جيجا. تاني صدمه يعني ايه رصيد العميل يخلص ما ترجعش تتصل بيه تاني؟ يا اخي اطمن يمكن جرى له حاجه يعني، فاهم؟ فمش هنتوقف عند النقطه دي كتير. نزلت شحنت رصيد وقمت راجع مكلمهم تاني. قالوا يبقى ينفع يا ناس محترمين يحصل الموضوع ال 100 جيجا ان انتوا تاكلوا حقي ولازم اتصل بيكم عشان اطالب ال 100 جيجا اللي هي بتاعتي انا، مش طالب منكم حاجه زياده. بقى ينفع اقعد الف عليكم 3 4 ايام بتصل بيكم عشان ترجعوا لي حق وما ترجعوليش، ولما رصيدي ينفذ وانا بكلمكم عشان القايمه الطويله بتاعت القايمه الصوتيه بتاعتكم ما ترجعوش تكلموني تاني؟ ده يا عم ده انا لو بكلم شركه صهيونيه مش هيعملوا معايا كده. ودي ايه بقى؟ دي شركه وي المصريه للاتصالات، اللي والله جدي كان من مؤسسينها. جدي انا جدي محمد كان من مؤسسينها اساسا، بس طبعا قبل ما يبقى اسمها وي كان اسمها المصريه للاتصالات. اتصدمت. يقول لي يا فندم ازاي؟ احنا بنعتذر جدا لحضرتك،
وحضرتك عايز تشتكي من ايه؟ قلت لهم انا عايز ال 100 جيجا بتاعتي، يا اما اقسم بعزه وجلاله الله لا هفضحكم على النت ومش هشترك عندكم تاني ومش هدفع لكم الاقساط، وابقوا روحوا ارفعوا عليا قضيه. قال لي لا يا فندم اهدى بس حضرتك، والحكايه والروايه في خلال ساعه زمن بالظبط هو صاحب بصوب احد السوبرفايزر بتاعي وازاي مش عارف ايه. وخلصت المكالمه وقفلنا الخط مع بعض. عدى ساعه 2 5 10 12 20، عدى 24 ساعه، لا سوبرفايزر اتصل بيا ولا حد عبرني ولا ال 100 جيجا نزلت ولا اي حاجه خالص. طبعا جني جنوني وقمت متصل بيهم وبهدلتهم الشهاده لله، وبس طبعا كله تحت سياق الادب لان عارف ان انا بكلم شركه الحكومه. شطفتهم وان انتوا شركه مش كويسه وانا لا احترمكم واشعر بالغضاضه تجاهكم، واني اقسم بالله ندمان ان انتوا خطفتوني من شركه اورنج، وان انا مستحيل ادفع لكم تاني ولا اديكم اي ربع جنيه، وايه 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 وازاي يا فندم، طب احنا واحنا. راح قايل لي يا فندم في خلال ساعه هتلاقي حد من السوبرفايزرز بيتصل بحضرتك. طبعا ما قداميش اي حل تاني لان كنت استنفذت كل طاقتي في الزعيق والشخط والنطر معاهم في التليفون وقفلت الخط، خفت على الكارت الجديد لحسن يفضى. المهم افاجئ بعدها بساعتين احد الافاضل المحترمين بيكلمني بيقول لي مشكلتك ايه يا فندم؟ قمت حكي له قصه حياتي من اول وجديد. طبعا كل مدى كل ما الغضاضه جوه قلبي تزيد، كل ما ما الغلاظه ناحيتهم يعني تفتك باحاسيسي. يعني عارف انت تخيل اللي هو ايه، انا لو اطول اخش جوه المحمول اخطف اشد كده اللي بكلمه ده اقول له اسمع على الارض عليك وحل واربط معايا، هعمل كده. المهم قلت له، قال لي لا يا فندم ازاي، ما ينفعش ابدا، وازاي ممثل خدمه العملاء اللي كلمك ما يرجعش يكلمك تاني، ده كلام، ده انا هشوف الموضوع ده بنفسي، وانا اوعدك ان انا هوصل واصعد الموضوع. بص بقى الجمله اللي استفزتني، هصعد الموضوع مش عارف ممثلي مش عارف ايه، وان شاء الله حق حضرتك هيرجع لك، واوعدك ان المشكله دي مش هتتكرر. قلت له ايه، انا بقالي بتاع 3 4 ايام معاكم، النهارده 27 ولا 28. قلت له النهارده 28 في الشهر وانا من يوم 22 وانا بحل واربط معاكم. انا عايز ال 100 جيجا بتاعتي، دوس على زرار ابعت لي 100 جيجا على حسابكم بقى بتكلفه تانية بتكلفه ثالثه، ذات از نوت ماي بزنس. ابعت لي حقي، انا ليا 100 جيجا عندكم، ادوني ال 100 جيجا. مفيش 100 جيجا واحنا يا فندم هنبعت لك مش عارف ايه. لما خلوني قعدت اتوعد لهم ان هفرج عليهم الدنيا وان هروح ارفع عليهم قضيه، وفعلا والله انا صادق ومش فضا ولا فراغ مني، الا وان مش انا اللي يضحك عليا. تكلموني في التليفون، يا فندم تعالى احنا عندنا راوتر وسعره ارخص وي وي وي، وتخلوني اسيب الشركه دي واروح اجي امضي على عقد فيه شرط جزائي 3000 جنيه لمده 5 سنين رابطني ايد ورجل، وفي الاخر كمان ما تدينيش حقي. يعني انا اعمل ايه بال 200 جيجا؟ انا عايز ال 300 اللي اتفقتوا عليكم معايا، طب انا عايز حقي. طب اصبر يا فندم هنخلي مش عارف مين يتصل بيك. المهم فعلا اضطريت اسفا قفلت الخط، وبعد ساعه ولا 2 فعلا حد اتصل بيا بقول له يا باشمهندس اديني حقي خلصونا الله يرضى عليكم. راح شدد عليا بقى زي ما تقولوا كان سامع المكالمات الفائته اللي بيني وبينهم، فدخل معايا في شده الصرامه بقى. بقول له حضرتك عارف انت الانسان رقم كام اللي اكلمه؟ لقيته بيقول لي لا يا فندم انا مش انسان، انا ماجد. فقلت له انا ما اعرفش ان كلمه انسان بالنسبه لك مهينه قوي كده يا استاذ ماجد، يا باشمهندس ماجد، انا عايز ال 100 جيجا بتاعتي، انا ما طلبتش حاجه. قال لي ان شاء الله يا فندم في خلال 24 ساعه بامر الله، من النهارده 28 يعني 29 بالكتير تكون ال 100 جيجا رجعت لحضرتك، وباذن الله هذا الامر لن يتكرر ثانيه. قلت له حضرتك متاكد حضرتك؟ قال لي بامر الله. قلت له طب شكرا وكل سنه وحضرتك طيب، وقمت قافل السكه. عدى 28 29 30 31، واحد في الشهر، 2 في الشهر اللي هو النهارده اللي بعمل لكم في الفيديو ده، 6 ايام لا ال 100 جيجا نزلت ولا حد رجع يتواصل معايا ولا حد عبرني. بكلمهم النهارده بقى الخدمه الصوتيه اللي هي الف ب، اللي هي برده الخدمه اللفه اللي هي 13 دقيقه اللي هي اللي انتوا عارفينها دي، اللي بشحن لها كارت مخصوص. لقيت سيده فاضله بتكلمني ما لها في الطور ولا في الطحين ولا فاهمه اي حاجه، وبتقول لي احكي لي يا فندم بس ايه المشكله. اقعد بقى اعيد وازيد وديب بيطخ ديب بيطخ ديب بيطخ. انا بقولها لكم يا اخوانا اقسم بالله ابقى مش راجل لو دفعت للشركه الطيبه دي تاني ربع جنيه، ربع جنيه يخرج من جيبي ابدا ابدا ابدا. وهكلمهم ال 100 جيجا بقى جت ما جاتش، هكلمهم عايزين الراوتر بتاعكم اللي انا المفروض واخده منكم بالقسط زي العربيه ولا زي التليفون، عايزين تاخدوه خدوه وادوني عقدي، مش عايزين تاخدوه انا مش هدفع اقساط. اللي بياخد عربيه بالقسط وبيتخلف عن قسطها صاحب المعرض بيجي ياخد العربيه منه، اللي بيقسط شقه
وبيمضي شرط جزائي وبيتخلف عن مش عارف ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده، بيجوا ياخدوا منه الشقه. انما ان انا حته البلاستيك دي تلبسوني فيها وتقول لامك في العشه ولا طارت واحنا ناصبين عليك وواكلين تلت الباقه وبنحور عليك وسعر الباقه ما بلغناكش ان الشهر الجاي كده كده الاسعار كلها هتتغير، انا اللي هاكل ولا هشرب من الكلام ده. ونصيحتي لمصر كلها، اوعوا حد يستخدم الرواتر بتاعت شركه وي دي تحت اي بند. الراوتر ده لو بيتباع لك ببلاش زي ما اتباع لي انا كده ببلاش، اوعى تاخده باي ثمن، لان هتلاقي نفسك اتدبست معاهم لمده 5 سنين وعاجبك على كده، عاجبك مش عاجبك، اقعد لف مع الكول سنتر واقعد اشخط في بني ادمين ما لهمش اي ذنب غير ان هم موظفين عندهم. ما هو الراس الافعى مش موجود، البني ادم اللي هو المؤثر اللي هو بتاع الاي تي ولا ايا كان مين اللي عامل المشكله في البروجرام بتاع توزيع الباقات، هو اللي بيكلمك في الكول سنتر ده ملوش ذنب، هو مجرد ممثل خدمه في الواجهه بياخد الشتيمه والضرب منك، ملوش ذنب. فانت عايز تقعد تلف حوالين نفسك وتظلم بني ادمين معاك في وجع الدماغ وتعمل وتحرق في كروت ب 30 اشترك مع الخدمه دي وخد منهم الراوتر ببلاش وامضي على العقد وتوكل على الله صاحبي. تمام؟ ده اول فيديو انا بعمله، انا لسه كل ده ما ادونيش ال 100 جيجا بتوعي. هنشوفوا بقى الدنيا هتمشي ازاي، ويانا يا انتوا حقي كده كده انا هاخده، يا ترجعوا لي ال 100 جيجا بتوعي يا اما هشهر بيكم وهرفع عليكم قواضي على في المحكمه، وهتبقى نصايب سودا، لان انا لا هسيبكم انتوا تروحوا ترفعوا عليا قضيه ب 3000 جنيه على اخر الزمن الاقي الظابط بيوقفني يقول لي بطاقتك يقولوا لي عليها حكم عشان 3000 جنيه، ولا هسيبكم تاكلوا عليا تلت الباقه وتضحكوا عليا وتختموني على قفايا. تمام؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.